اول شي ردا على تعليقاتكم اقلد باري ما ادري شنو، اصلا باري تيوب هو يقلدني ويسرق افكاري وما عندي مشكله انه يقلدني، وفوق كل هذا تتهموني اقلده. حسبي الله على نور مار. ثاني شي حاليا انا متواجد على حدود المملكه العربيه السعوديه 2 كيلو وادخل السعوديه. دخلت للحدود السعوديه، بعدين قبل لا نبدا الفيديو شوف التعليق واحد يقول اول شي يا 4.46 لا تصير نصاب، كاتب احكي عن بلدك ولا تحكي على العراق. اللي يسمعك يقول انا بنغالي، وبعدين كاتب اذا عراقي غسلت ايدي منك لان توصل فكره للناس انه العراق سيء. خليني اوضح لكم، هذا قاعد يقول اذا انت مو عراقي لا تتكلم عن العراق، واذا انت عراقي لا توصل فكره للناس عن العراق سيئه. والله يا 4.46 انت نصاب من باب الشرج، يعني الناس ما يعرفون هذه. مقطعها وصل اكثر من 400 الف مشاهده، وشفت لها فيديو ثاني شخص ناشره وكاتب عليه البقره الحمراء ملكة الساحة. المهم وين صرنا؟ أطول مقدمة بالعالم. خلينا ندخل بالمقطع. اليوم دخلت لليوتيوب أشوف تعليقاتكم الجميلة، وفجأة شفت مقطع أكبر نصاب على وجه الأرض، الشخص اللي غلب مسيلمة الكذاب حرفيا. أعرف أكو ناس تحب أمير بروع ما أدري شو اسمه، سميت بالله ودخلت للمقطع وشفت اللي شفته. والله سبحان الله، اختفى جزء من الديك الرومي. ما ندري هل الشيطان اجا واكل جزء من الديك، او يمكن الكاميرا جاعت واكلت شوي. ما نحط بذمتنا، خلينا نكمل. عدم الاستغناء عنه. ايوه، دخل ببهاراته ابو شطحه، بهارات للانف والاذن. اخر شيء ضاف بودره الاطفال مانعه للتسلل، الدجاج زي ما احنا شايفين. ومكونات الخلطه 187 نوع بهارات، و312 نوع بكتيريا، و87 من الفطريات الطازجه من المسلخ فورا، و200 جرام شعر أباط بالإضافة لأظافر الأصابع عشان يكون الوضع كريسبي أكثر. شوفوا كمية النصب والاحتيال. الرقي ما أدري وين اختفى الرقي بثانيتين فقط. استطاع أن يأكل رقي، لا إله إلا الله. بس خليني أبطئ الفيديو. والله شوفوا شلون قدر ياكلها بلقمة واحدة، لقمة كاملة. هذه ما يسويها بس فرس النهر، سبحان الله. مع ذلك خليني أطلع الكذبة. إذا شخص أكل رقية بوزن 10 كيلو بطنه تنتفخ. تشبج البطن. شنو تشبج؟ ينتفخ البطن. ثم ماذا؟ ثم تفز بك. هذا بطنه طبيعية جدا. غسلت إيدي بعد العشاء. ذيس كيبورد نصاب. اختفت الكنافة مرة ثانية، سبحان الله. يمكن بسبب الشيطان أو الكاميرا. ما نسبق الأحداث، خلينا نكمل. أو قبل ما نكمل أخواني، ما أريد أظلمه، بس راح أقول نصاب متنصب. وين أكو إنسان ضعيف ياكل خروف كامل، ياكل ديك رومي وزنه 10 كيلو، ياكل صينية كنافة بوزن 5 كيلو. تقارير الأطباء تقول إذا الإنسان أكل 20,000 سعرة حرارية يمكن يتسمم أو ما أدري شنو يصير له. خلينا نكتشف كذباته. أول شي من سنين ياكل ويصور وما زاد وزنه أبدا، سبحان الله. وهذا صور اليوتيوبر يسوي تحدي الأكل، وشوفهم قبل وبعد الأكل. حبل الكذب قصير مهما طال. أمير بروع نصاب نصاب نصاب، تمام. 3 مرات. ما أحلى هذا اللقاء وما أحلى هذه النفحات. وبالنسبة لمقطع آياتي ما أدري اسمها، شت يا ولد، هذه أفضل يوتيوبر أحبها بالعالم. أريد أقول أنا ما أكرهها أبدا، وأي شخص سبني لأني نزلت عليها مقطع عفوي أريد أقول له الشكر موصول لك أخي العزيز. لو قالت الدار ممن جاءها فرحايات، واستبشرت ثم باست موضع القدم. الله. لا تنسون اللايك وكل شيء. وبالنسبة لدعمكم، لوز والله فخور بكم جدا وشكرا لكم. دعمكم أفضل شيء شفته بحياتي. ما أدري، أنزل مقطع عندي 50 متابع فجأة صرت 100، أنزل مقطع ثاني صرت 200، أنزل مقطع ثالث وأنتظر النتيجة. وشكرا لكم.